انت عايز ايه من الموقع بتاعك؟ انا عايز اللي هيدوس على سجل الان، عايز اتتبعه. حلو. عايز اللي يعمل سكرول بنسبة 90% ينزل كده لغاية اخر الصفحة، عايز اتتبعه. كويس. عايز اللي يسجل في الفورمة دي، عايز اتتبعه. حاضر. اقول لك لا، مش اللي يسجل في الفورمة. انا عايز اللي سجل وضغط على طلب اتصال، اعمل له تتبع. وعايز بعد ما يتعمل له ريدايركت على صفحة ثانك يو، خلاص الصفحة دي، اي حد ملى الفورمة ودخل على الصفحة دي انا عايز اتتبعه. حاضر. يعني انت بتشوف ايفنتس، بتشوف انت عايز مين ضغط فين، عمل ايه، تعمل بيه جمهور. وخلي بالك كمان، انا عايز برضو، او انا محتاج، شايف مشروع زوان ده؟ انا عايز كل الناس اللي دخلت على المشروع ده اعمل بيها جمهور، لان انا عندي نموذج جديد، او عندي لونش جديد، او عندي انديفيدوال، عندي حاجه حلوه جدا بتتباع، فانا عايز اعمل جمهور مخصص بزوان سموحه. الناس اللي زارت زوان سموحه، الناس اللي قعدت دقيقتين ثلاثه زوان سموحه، الناس اللي داست واتساب زوان سموح. انا كده بدات افهم دلوقتي الدنيا رايحه فين وجايه منين. يعني لو انت شغال في التسويق العقاري، يعني هنعيش مع شويه مصطلحات كده في تاج مانجر، وهنربطها بجوجل اناليتكس، وهنقدر نجيب عميل فعلا بيشتري ونزود المبيعات بتاعتنا. ولو في لونش او في مشروعات جديده نبقى اول ناس بتبيع. تمام كده؟ تمام. هو ما ينفعش استخدم تاج مانجر من غير جوجل اناليتكس؟ لا، ما ينفعش. ليه حضرتك؟ لان جوجل تاج مانجر بيجمع لي الاحداث. انا هنا بقول له لو سمحت جمع لي كل الناس اللي هي ضغطت على الواتساب او سجلت في الفورمه بتاعتي، بس ما بيعرضليش تقارير. انما لما اربطه بجوجل اناليتكس هقدر اعمل تقارير من جوجل اناليتكس، واقدر اعمل جمهور على جوجل اناليتكس واصدره لجوجل ادورد عشان يستهدفهم، يعمل لي ريتارجتنج للجمهور ده. فهمنا الفكره العامه ايه؟ طبعا انا شارح جوجل تاج مانجر كمصطلحات بالتفصيل الممل في الفيديوهات الاولى بالنسبه للخطه دي، وبرضو شرحت جوجل اناليتكس بالتفصيل الممل. احنا النهارده ان شاء الله باذن الله بصدد ان احنا نبدا الخطوات العمليه. انت لو مذاكر معايا اول محاضرتين ثلاثه في كل اداه، سواء جوجل تاج مانجر او جوجل اناليتكس، هتبقى فاهم كل مصطلح من المصطلحات اللي انا هقوله. ورغم كده وانا بشتغل معاك خطوه بخطوه، برضه هديك نبذه عامه افتح لك الافق